السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله عدد ما كان، الحمد لله عدد ما يكون، الحمد لله عدد الحركات والسكون. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل فيديو جديد وحاجة جديدة من تنظيفات رمضان. هننضف النيش عشان يبقى كده عندي الدواخل كلها خلصت. خلصت المطبخ وعملت الدولاب وفاضل النيش. طبعا النيش عندي كله تراب زي ما انتم شايفين كده. انا الصراحه مش بعمله الا على المواسم، او يعني في الاعياد او كده، يعني بيبقى فيه موسم مش بعمله على طول، فتلاقيه بقى كله تراب. فانا هنزل الحاجه كلها وهغسلها ونغير المفارش ونعمله كده جو رمضاني جديد. بس ما تنسوش بقى لو اول مره تشوفوا القناه تدوسوا اشتراك، وما تنسوش اللايكات الكتير وكومنتاتكم الحلوه اللي بتشجعني. انا جبت هنا الحوامل ديت اللي هي الشفافه عشان نغير بيها شكل كده النيش. بجيب بقى ميه وبحط فيها خل. الخل بيبقى حلو قوي، بيلمع الحاجه بيلمع الازاز، ونقطتين 3 فيري كده او صابون المواعين بتاعك يعني. وببدا بقى ايه احط فيه الحاجه. لو انا بنقل النيش من مكانه خالص بحط يعني بنزل الظرف كلها، بنزل الحاجه كلها. انما لو هو في مكانه بنضفه بس، مش هغير المفارش بنزل رف. لو بغير المفارش بنزل الضرفه كلها، احطها جنبي كده برصها على الترابيزه وببدا اغسل الحاجه زي ما انتم شايفين كده. وبحطها في فوطه وبصفي عليها. طبعا الصابون مش كتير، يعني هما نقطتين 3. وما اطلع الحاجه بشطفها. لو الصابون كتير او الحاجه كانت متوسخه معاكي قوي وزودتي الصابون، حطي بقى طبق تاني ميه نظيفه وتبداي تشطفي فيه الكوبايات بتاعتك والاطباق. هنا بقى رشيت على الرف الازاز جلانس ولمعته كويس قوي، والجنب بتاعه عشان التراب تبقى كده ايه يجي رمضان ان شاء الله. لما بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يجي كده تبقى الحاجه كلها عندك في شقتك حلوه ونظيفه. ومش هنضطر نعمل كده على العيد، يعني خلاص، يعني احنا مش هنفضي نيش تاني على العيد. حتى لو نغير المفارش بس، مش هنغسل الحاجه وهتبقى الحاجه نظيفه، مش هياخد منك نفس المجهود ونفس الوقت. انا هنا فرشت المفارش وحطيت المفارش الصغننه ديت اللي كانت مع الرنر. فقلت احطها تدي طابع كده رمضاني وتديله شكل حلو للنيش. كنت احط 2 في نفس الرف بس ما نفعوش، فحطيت واحد بس، كل واحد في رف. وهبدأ بقى الحاجة الصفت عندي لازم تتصفى، لو مش هتستني عليها تتصفى ممكن تنشفيها بالفوطة عشان المية ما تديهاش غيامة، يعني هتخليها لك مغيمة. ابتديت بقى حطيت كده كاسات الايس كريم كده، داير ما يدور. وطبعا الرصة ديت زي ما انت عايزة بتحطي حسب ذوقك وحسب حاجتك. انا حاجتي يعني تعتبر قديمة شوية مش قوي، يعني انا متجوزة بقالي 13 سنة. طبعا متابعيني عارفين كده. فكانت اللي متجوز زي من الفترة ديت يعرف ان الحاجة دي كانت هي اللي طالعة ساعتها، وهتلاقي عنده معظم الحاجات دي. حطيت بقى فوقيهم هنا طقم الكاكاو، فناجيل بتاعت الكاكاو او بتاعت الشاي، غير اللي هو الطقم الصيني. فانا حطيت كده الكاسات وفوقيها الفناجيل. طبعا الشكل التقليدي اللي كلنا بنعمله. براحتك بقى تعملي الشكل اللي انت عايزاه حسب ذوقك وحسب حاجتك زي ما قلت لك، يعني دي مش حاجه اساسيه. انا بديكوا افكار. ورصيت بقى في وسطها كده الكوبايات بتاعت العصير وكوبايات الشاي. يبقى الرف ده كله شفاف وفيه ايه الحاجات التاتش بالذهبي كده بسيط. حطيت بقى هنا في المصحف دوت. جبت بقى الحوامل الشفافة دي، حطيتها كده في وش في خلفية النيش او كده، يعني في عند الظهر على طول. ابدا احط فيها الاطباق الصيني بالشكل دوت. حطيت طبق كبير وطبق صغير لان انا جايبه الحامل اللي هو حجمه الكبير. حطيت اداله شكل وحطيت السلاطين كده. طبعا انا بتجيلي افكار بقى وانا شغاله، ومش انا بس، كلنا بيجينا افكار كده، ممكن يعني تحسي ان لا الحاجه دي كده تبقى احلى، لا هنا تبقى احلى وانتي بتشتغلي يعني. طبعا ايه انا بديكوا الفكره وانتي تطبقيها زي ما بقولك على حسب ذوقك وحسب حاجتك. حطيت كده هنا، فهتلاقوني دلوقتي شلتها تاني ما عجبتنيش. بيجيلي كده الشكل بشوفه بيحلو في عيني احلى. اهم حاجه مش مهم الشكل ولا المهم الرصه تبقى اللي هي واو. المهم ان تبقى الحاجه نظيفه وبتلمع بس. هي النظافه بجد يا جماعه اللي بتحلي الحاجه، ايا كانت الحاجه بسيطه او الحاجه مش كتير، او الحاجه مدتها قديمه مش مشكله. طبعا الكلام ده مش في النيش بس، في المطبخ، في الشقه عامه، في الهدوم شخصي كمان، يعني حاجه اساسيه. انت شخصيا لو خارجه نظيفه، هدومك نضيفة، الهدوم مكوية، الحاجة كده مش متقطعة ولا أي حاجة، حتى لو موضتها قديمة بتحسي ان انت يعني الناس كلها وانت شايفة نفسك قبل ما الناس تشوفك، يعني أحسن حاجة كده، حاجة توب.
فطالما النيش عندك نضيف، مش مهم حاجتك موضتها قديمه ولا لا، المهم ان تبقى نضيف، فالناس كلها هتشوف اللمعه والجمال فيه. هنا بوريكم ان الكوبايه اتكسرت لان ابني كان عمال يعني بيساعدني، يعني مش عارفه اقول ايه، لازم يحط التاتش بتاعه معايا في اي حاجه. فالحمد لله رزع الكوبايه اتكسرت، والحمد لله ان جت عليها كده وما جاتش في ايده. هنا بقى الرف اللي تحت ده عندي فيه الصينيه بتاعت التقديم دي الكبيره. اما بيبقى عندي عيد ميلاد حد من الولاد او عزومه كبيره، بحط مثلا فيها باقي الجاتوه، بتاخد كذا طبق معايا، بتاخد كاسات كتير او حاجات كتير معايا، فهحطها في النيش عشان ما تزحمليش المطبخ. طبعا النيش دوت يعتبر زي المتحف، مش عندي انا بس، عند الناس كلها. ممنوع الاقتراب او التصوير. معرفش احنا بنجيب الحاجة كنا بكترة. كنا نجيب كذا طقم كاسات وطقم شربات وطقم كوبايات وحاجات قد كده. دلوقتي طبعا ما بقاش كده، انا بتكلم على الفترة ان انا اتجوزت فيها. هنا حطيت طقم الشربات اهو، الشفشق بتاعه، وحواليه الكوبايات. انا كان عندي اتنين تاني غير ده، بس مرة كده يعني الرف النيش وقع، والرف اللي فوق اول واحد في الضرفة من فوق، حتى لو لاحظتوا هتلاقوه كان خشب. وقع الرف راح كسر، وطبعا خد كل اللي تحتيه. كسر بقى. ما عندي كذا طقم كوبايات وكذا طقم بتاع الشربات، الشفاشق بتاعتهم. كانت الكوبايات بقى كام واحدة بس، ايه اللي بقيوا منهم. وحطيت بقى كده هنا في الجناب البولات دي بتاعت الرز بلبن او بتاعت الزبادي، حطيتها كده في الجنب. ده كده ايه الضرفة كده تبقى بسيطة وحاجات سيمبل حلوة. حطيت كمان معاهم الفناجيل بتاعت القهوة، او كمجات صغننة. ده مج سوري، مج بتاع القهوة، مج صغير كده. عشان انا يعني في ناس ضيوف بتجيني بتحب تشرب القهوة في مج، مش في فنجان، وفي بيحب يشرب في كوباية. فزي ما بقول لكم زمان احنا ساعة جهازنا، وطبعا اللي متجوز من الفترة بتاعتي عارف ان كلامي ده صح. كنا بنحب نجيب اي حاجة و 100 طقم حاجات وفوط وملايات وحاجات كتير. طبعا الناس ثقافتها اتغيرت. دلوقتي ما بقتش اغلب العرايس ما بتجيبش الحاجات دي، بيجيبوا الحاجات المهمة بس. وده الصح على فكرة يا جماعة. وانا لو عندي بنت انا كنت هعمل لها كده. يعني كنت هجيب لها حاجات بسيطة، حاجات غالية وحاجات بسيطة. مش لازم 100 طقم ومش لازم 100 حاجة. كملت انا بقيت النيش زي بنفس الطريقة، غسلت الحاجة ورصيته، هوريكم دلوقتي الرصات. بس حبيت ايه عشان انا ما اطولش عليكم في الفيديو. دخلت بقى في الضرفة التانية برضو نفس النظام، مسحت الرفوف وغسلت الحاجة وسبتها تتصفى، اللي هي فيها طقم الصيني. هتشوفوا بقى كله دلوقتي معايا مع بعضه. بس ما تنسوش بقى لو اول مرة تشوفوا القناة تدوسوا اشتراك وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. ما تنسوش بقى لايكاتكم الحلوة الجميلة اللي بتشجعني وبتفرحني. وبتديني كده طاقة ان انا ايه اصور واعمل كده. انا خلصت كل الدواخل عندي بتاعت الشقة، ناقص الشقة بقى من بره ان شاء الله هنعملها مع بعض. وهعمل لكم بعد كده جولة في الشقة بحاجة رمضان وزينة رمضان، اللي هو بمجرد بس لما يعني بيقرب كده ايامه بتحس ان البهجة والسرور مالية الجو. يا رب يجعله رمضان سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. هنا انا هو خلصت بقى ضرفة النيش زي ما بقول لكم، دي الضرفة الأولانية. حطيت الكاسات الايس كريم وفوقيها الفناجيل وجنبيها الكوبايات الكبيرة والصغيرة، ده كان طقم كامل مع بعضه. حطيت معاهم كمان المصحف. وهنا هو بقى الرصات اهي. هسيبكم بقى تتفرجوا كده مع اغنية رمضان الجميلة اللي كلنا بنحبها. متنسوش بقى اللايكات الحلوة وكومنتاتكم الجميلة واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش. هتوحشوني، واسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.